عن اي كلام قلته انت، والموضوع ده احنا بنرجع بنراجعه في الخاص. انا واثقه شديد والله يا ود برلين حنان، اليوم انت لو مشيت لها في بيتها وضربتها عديل، حنان ما هتقول لك لا. انا واثقه من الكلام ده. حنان زول قلبها سخن وكلامها في قلبها، وانت كذلك كمان اسخن من حنان. احنا تاني ما بنبقى فرجه لزول. الباب ده طوينا جبال بكري يعني في المنصه واعتذر بالمناسبه، فهمت؟ وانا سامحته والله يا ود برلين. كان شفت التعليقات الجماعه ديل زعلوا، الجلابه زعلوا، المشتركه زعلوا، الفلنقايات زعلوا كويس. لكن اللايف مشى وانا مبسوطه شديد انه احنا شلنا سوء التفاهم. انت ذاتك من محلك ده كان انا دي اختك اكبر منك ودي امك وانت ده ولدي، اقفل الموضوع ده. الموضوع ده يتقفل. حنان دي اختك. لا لا نحن خليناه، لكن انا وصيت لك اسمي الكلام لا ده لا كويس يا مشوار. ما ندخل القبائل. الزوله دي ما تخش في شؤوني ولا تخش في شؤون. لا انا ما حتسالك، انا حتصل على حنان تليفون، وهي زولا ذات سلطانه تاني ما تعايرك وانت ما تعايره، ونحن ذاتها ما تقبل حنان نهائي. حنان ذات زولا سلطانه اللي بوديها تعاير شنو؟ الزولا سلطانه ترى ما بتعاير، السلطانه وبنت النظار وهنا الناس زي ده احنا ما بنعاير ترى، فهمتوا؟ احنا هسيتوا المفروض الفرنجايات اللي بيعايرونا ديل انتوا تجد باللوم لينا، فهمتوني؟ ولا كو تاني ما بنعاير. والله اقول لك حاجه، كلامك جميل جدا جدا يا مشوار. انا اقسم بالله لا اسيت مكون الفور، كل الحب والاحترام لحمنا الفور كمكون، والتحيه لعبد الواحد والتحيه لكل الناس. لكن شفت يا وشاق، شفتي انا هي لانه طلعت وتطاولت على اهلي. معلش ود برلين، نحن كان استوينا كلنا الدنيا دي بتخرب ولا ما بتخرب؟ احنا مشروعنا هادف. نعم. احنا يا ود برلين مستحيل لاي سبب من الاسباب تاني نبقى اداء لزول استعملنا. عندنا مشاكل انا وانت بنركب طز نمشي لحنان في بيتها هناك نداوسها ونعايرها في عقر دارها. حنان زعلانه منك انت بالذوق، انت ده اخوه كان جاتك في بيتك عايرتك وداوستك، انا متاكده انه انت ما حترد عليها. تاني زول فينا بعاير التاني ما في. نحن واي زول بيجي بيقول لك باللي خلاص عاير خلاص ده عدو لينا، ده ما في مشروع. احنا مشروعنا القادم ما مشروع بتاع زول بعاير زول على فكره. لا 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 احنا تاني ما بنعاير، احنا بقينا دولة. وحنان انا دي اختي قادرة عليها، مش حنان دي بس خونيتها وبا معايرها دي، انا بتصل على تليفونها هسي تاني ما بتعايرك ولا بتعايرك. انا بالمناسبة انا والله ما عندي معها مشكلة، لكن اذا طلعت اتطاولت علي انا اقسم بالله قايت لها جاهز. وهي انا بتكلم مع حنان، حقق علي انا هسي بتصل على حنان. انت عم تتكلمي معاه، لكن بس سيرتي تاني منهم كلهم ما في زول يجيب سيرتنا ولا ما في زول بيجيب. شوف في فلنقايات هسي البشتو موديل الدايرين يسخنوا النار كويس. في مره دايره تعاير حنان، تمشي تدق لايفها هناك تعاير حنان، ما تيجي تعاير تقول لك انت ود برلين عير، انت ما تعير نهائي. ود برلين ما في زول اخوك بيقول لك عير نهائي، اخوك ما بينصحك على الشر. صح. اي فما تشتغل بزول نهائي، ما تشتغل. وحنان انا بتصل على العزه بيك والله. انا شخصيا والله كل الاحترام لك وكل الاحترام لكل الناس الموجودين. احنا والله عندنا قضيه اكتر من كده، لكن الواحد لما يتطاول، انا لو هي جات تساعدني انا في شخصي انا ما عندي مشكله، لكن بقت تتطاول اتجاهات ثانيه لازم انا اخطها في علبها وتحترم نفسها وتعرف برلين ده ذاته منو. نمرق ذاتك اي خلينا نكمل النقطه دي. اذا هي عامله فيها بنت سلاطين، انا ذاتي ود سلاطين، لازم هي تحترم نفسها، ما تجي تتطاول علي انا ولا تتطاول على جهات ثانيه. وممكن انا الليله ممكن انا اتجاهلها، لكن ممكن انا من اهلي انا ذاته ممكن يطلع يسبوها عقب، وممكن ذاته من داخل خواتها القاده دي ممكن يعملوا مشكله هناك. هي طلعت اساءت بالمناسبه حاجات كده مو كويسه،